لمواجهة الملعب التونسي استرجع النجم الساحلي نقطة في رصيده، وهكا يشدد الملاحقة على المتصدر النادي الافريقي. النقطة متحقين لأنه القانون واضح، رجع الحق لأهله، وباللي هو المقابلات تعرف البطولة ماهيش تحسم مع النقطة هذه. كل اليوم مقابلة مهمة، نهار ثلاثة مقابلة مهمة، البطولة مازالت ما فاتش. في المقابل صاحب الأرض والجمهور الملعب التونسي ل4 جولات على التوالي لا يعرف الانتصار. نلعبوا احنا على الفالوفا نتاعنا، فما جوات ما كفاية جوات فانت كونت، فنلعبوا الكرة كان جا الربح مرحبا به، كان ما جاش الربح ان شاء الله الماتش اللي بعد. النجم الساحلي كان يعرف انه فقط الانتصار يخليه في السباق، على ذاك حاول منذ البداية المباغتة هجوم من علي البريقي، والدفاع في مرة أولى الجزائري بونجاح يضيع بطريقة غريبة. النجم الساحلي بكل طرق في الهجوم، كرة ثابتة وعمار جمل كورته في دين الحارس العمدوني. النص ساعة الأولى هجوم النجم الساحلي ضد دفاع الملعب التونسي، علي البريقي يتوغل والدفاع مرة أخرى ينقذ الموقف. الملعب التونسي لأول مرة في الهجوم، بن جفالة يوزع والمثلوثي في دور مدافع يبعد الخطر. النجم وكأنه مصر على إنهاء الفترة الأولى متقدم، ثم خطأ من ألاكس، عمل كبير من بنغورا يسدد، وفرصة كبيرة والعمدوني فسخ الهدف. وإذا كان دفاع وحارس البقلاوة نجحوا في عدم قبول الهدف طوال 45 دقيقة، فإن اللحظات الأخيرة من الفترة الأولى عرفت تسجيل هدف التقدم للإتوال بعد توزيعة من بنغورا علي البريقي دون صعوبة يحط الكرة في الشباك. وهكا توفي الفترة الأولى بتقدم النجم الساحلي 1-0 في شوط أول دون المتوسط. ضغط الماتشات كل 3 أيام ماتش أثرت على البداية بتاعت المباراة، بس احنا خلال الشوط الأول متهيألي عملنا أكتر من 3 أو 4 فرص، ما ضغطناش بالشكل الكافي، لكن عملنا فرص على فترات. الحمد لله ان احنا قدرنا نجيب جول الشوط الأول، خصوصا ان في ريح شوية مأثرة على الأداء. في الشوط الثاني انتظرنا نسق أفضل خاصة من الملعب التونسي اللي بدأ في الهجوم في هذه الفترة. التوزيع من مالك لاندولسي ودفاع الإتوال يتدخل، العملية تتواصل، التوزيع مرة أخرى والكرة في الركنية. البقلاوي تهاجم في الدقائق هذه، كرة راجعة من الدفاع والياس جلاسي كيما جات كرة ما كانتش بعيدة. الإتوال يحس بالخطر ورد الفعل كان عن طريق أبرز لاعب في النجم الساحلي علي البريقي اللي سدد، والعمدوني كالعادة موجود. ال10 دقائق الأخيرة كل شيء كان ممكن، هذا توغل من الجربي ومارسيال ما يخرجش على الكرة، ثم النجم الساحلي يجاوب بفرصة أخرى بعد انفراد بونجاح، وكالعادة في الراس العمدوني متألق. ملاعبية الإتوال طالبوا في العملية بضربة جزاء بعد تدخل على بونجاح، والحكم ياسين حروش يقول ما فما شيء. ال4 دقائق اللي أضافهم الحكم ما غيروا حتى شيء في نتيجة المباراة اللي فات بانتصار النجم الساحلي 1-0، انتصار يخليه ديما في دور الملاحق. في المقابل الملعب التونسي يبقى في رصيده 37 نقطة، مباراة للأمانة نهايتها عرفت مناوشات كبير. جوستك دخلت بعضها شويه معناها ما بين من الميطان معناها فهمت، من بعد صحاب نحن الاكثرين نحزوا العباد كل تقسيم فما هارك، احنا نحزوا في بعضنا فما حد شيء معناها. راك تشوف هذيك اخويا الكره في تونس، تشوف انت تفهم معناها الملاعبيه يبدو يلعبوا في جمعيه كبيره ويطردوا باش نسميه يعني حمد رويد انه لعبت كره الشباب تضرب في عيني بعد الماتش وقلب الدنيا. علاش خرجت من صفاقس؟ انت ملاعب كبير، علاش خرجت من صفاقس؟ الله غالب باش نحكي لك كره في تونس هذيك هي توا في العينين كذا، العب لي سور تيران وربحني على التيران، مش بعد التيران انا تجيب تلعب هذه بطل قدام العالم الكل وتحط لي سيبك في عيني. يا قاعد تشوف هاجمنا لعبنا لعب مميز، سجلنا هدف. بطبيعه الحال الشوط الثاني فما ريح، الملعب التونسي حاول يرجع البارتيه، اون في جيري البارتيه معناتها باسكو فوتبول il y a des fois معناتها تجاري il y a des fois tu attaques et c'est ça معناتها البريز النقطة اللي رجعتوا تجوابل ان شاء الله.
اليوم شفتوا دوزيام ميتون الملعب التونسي اون دوميني براتيكمون. نقصت حتى الكره في الفيلي، مش مشكله، لازمنا نبنيو على الشيء اللي موجود. نعرفوا نقاط الضعف نتاعنا في الملعب التونسي، نعرفوا محدوديه الافكتيف اللي عندنا. بالنسبه لنا احنا الملاعبيه قاعدين يعطيو في اللي عندهم الكل، مشكورين على المجهودات الكبيره اللي قدموا فيها. ديما النجم الساحلي يراهن على البطولات الكل، معناها مش بطوله تونس بركه، معناها حتى افريقيا ديما نراهنوا على القاب الكل. المقابله اليوم شفناها معناها صعيبه، وشفنا ستار تونيزيان معناها فريق ممتاز ودور اللي يعطى كل ما عنده باش يربحنا، لكن الحمد لله عرفنا كيفاش نمتصوا الضغط نتاعو وكنا جاهزين من الناحيه الذهنيه. والمهم بالنسبه لنا احنا انه نحاولوا ريكبيريو في اقرب وقت، معناها دور جور اخرين نلعبوا ماتش، نحاولوا نرتاحوا بالكدا باش نجموا ان شاء الله نقاوموا المقابله الجايه باش تكون اصعب من هكا.